احنا كل انتقالات بنلاقي ليست كل يومين او كل يوم بيطلع 2 لعيبه باسامي جديده. تلاقي صحفي راح كلم الوكيل قال له مفيش مفاوضات، او الصحفي بيرد او الوكيل قصدي بيرد عليه لا تعليق. فبالتالي بتطلع تقارير. بصراحه اللي بيحصل في الاهلي انا مش عارف ممكن يتقال عليه. فبالتالي بتطلع تقارير ان اللاعب فلان قرب، فلان ما قربش، لا فلان بعد، لا فلان نادي رفض، لا فلان اصل اللاعب نفسه مش عايز يجي افريقيا. اللي اتقال امبارح من كولر بيأكد ان الكلام ده كله مش موجود. الراجل ما بيتعرضش عليه لعيبه. الراجل طلع وقال قبل كده ان هو اللي اختار موديست. هي كانت تجربه وتمام. بس في موضوع الصفقات ده احنا بنقعد، لو افترضنا ان احنا بنتفاوض ونسينا كلام كولر امبارح، انت ممكن تقعد انتقالات كامله بتفاوض لاعب او 2 لعيبه عشان في النهايه تطلع تقول لا والله النادي رفض. يحيى عطيه الله جه في الاواخر في الانتقالات عشان خاطر كان في تقصير وكان في مفاوضات مع فريق تاني وكان هيروح ايران والدنيا ما مشيتش. هنوصل كده في المفاوضات لحد امتى؟ انت ما بقتش عارف تجيب لعيبه من بره. وسام ابو علي انت جبته، ما جبتش قبله ولا جبت بعده في الانتقالات. وبعدين يعني احنا بتقعد 10 ايام واسبوعين بتتفاوض على لاعب وفي الاخر تطلع او تطلع الخبرين بتوع اصل النادي بالغ، النادي عايز الفلوس كاش، احنا ما عندناش كاش، ما عندناش سيوله. في اخر الانتقالات رحت رايح جايب عمر الساعي ب 50 مليون خلصت. عمر الساعي من بعد الانتقالات واحنا دخلنا في الانتقالات الجديده دي، عمر الساعي لعب ماتش اللي هو الماتش بتاع النهارده الماتش الاخير. قبل كده ما كانش بيلمس، ما كانش بيخش القايمه اصلا في اوقات. فملف الصفقات ده فيه مشاكل كبيره، في حاجات انا مش عارف هنوصل فيها لحد امتى. بس هفضل كل مره في فيديو اطلع اتكلم اقول ان الاهلي فيه مشاكل. السبب الرئيسي فيها هو مجلس اداره النادي الاهلي، ايا كان مين الشخص المسؤول عن ملف الكره او الشخص اللي بياخد القرارات دي. في مشكله، هم مش عايزين يراجعوا نفسهم فيها، مش عايزين يدفعوا فلوس رغم ان في رجال اعمال في النادي. ولو هو دفع فلوس هتجيله بعد كده. مفيش سيوله حاليا هتجيله بعد كده. ده ما بيحصلش، محدش عايز يساعد. ولما كان في قبليه مجلس اداره كنا بنطلع ونتكلم، واصل فيه وقتها كان في جمهور بيحضر فكان يطلع بينتقد او يطلع يهاجم ايا كان المسمى. دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده. فمش عارف النهايه الاهلي هيوصل لفين، بما ان مفيش صفقات مفيش تدعيمات بتيجي. انت داخل على كاس عالم، تلعب ربع نهائي افريقيا، لو عرفنا نصعد بالفرقه دي مع كم الاصابات اللي بيحصل الموضوع صعب. نهايه فتره الصفقات دي او نهايه فكره الصفقات دي هتوصل لايه مش عارف.